المدارس على الأبواب. احفظي بقى الوصفة ديت عندك لأن بجد هتحتاجيها الفترة اللي جاية. عايزة أقولك هتدي للولاد باور حلو جدا وهم في المدرسة. وكمان انت كمان تقدري اللي انت تفطري منها الصبح بعد ما تنزلي الولاد. تعالى أقولك ازاي نعمل أحلى وأطعم وصفة طعمها حلو قوي. معايا كوباية من الحليب، هحط عليها معلقتين كبار من السكر، وكمان هحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا لحد ما السكر يدوب معايا. وهركنه بقى على جنب وهحضر معايا 4 كوبايات من الدقيق. والكوباية اللي انا استخدمتها هي مج الشاي العادي. حطيتهم عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح بسيطة، وقلبي الكلام ده كله مع بعضه بالشكل دوت كده. هحضر بقى معايا كوباية من الزبادي، وطبعا هحط ربع كوباية من الزيت، وكيس من الفانيليا، ودوت اختياري بس هيدي تست عالي قوي للمخبوزات بتاعتنا. هقلب بقى كله مع بعضه لحد ما اتأكد تماما اللي الزبادي كده بدأ اللي هو يتغلف بالدقيق وكله بقى تمام. يلا صليتي على الرسول، يلا بسرعة صلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسيش بقى تشيري الوصفة لو عجبتك وتبعتيها لكل حبايبك وصحابك عشان حلوة جدا وبجد خطيرة. بعد كده نزلت بقى بالحليب اللي احنا حاطين عليه السكر والخميرة، وبدأت اللي انا اعجن في نفس الكوباية. حطيت فيها كمان كوباية تانية من المية، بس هنزل بقى تدريجيا كده بالمية حبة حبة لحد ما العجينة بتاعتي تتلم معايا بالشكل دوت. الكوباية التانية بتاعت المية انا ما استخدمتهاش كلها. حطيت على العجينة بتاعتي شوية زيت، وفي الطبق كمان شوية زيت، وهسيبها تخمر كده لمدة نص ساعة. لو انت مستعجلة عليها ممكن تسخني الفرن وتطفيه وبعد كده تدخليها جوه الفرن. هتخمر معاكي في اقل من 5 دقايق. او شوية مية سخنة تحطيهم في طبق تعملي لها حمام بخار يعني، برضه هتخمر معاكي بسرعة. بعد ما خمرت معايا هقسمها لجزئين. الجزء الاولاني هاخده واعمله بالشكل دوت كده، والجزء التاني نفس القصة. وبعد كده هقسمها لكرات، والكرة كده تقريبا انا عايزاها حجمها كبير. عايزة الطفل لما ياخد واحدة يشبع منها تقريبا 80 جرام. معايا بقى هنا شوكولاتة نوتيلا، وديت اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. بحتفظ بيها في الفريزر لان هي صلاحيتها ما بتبقاش كتير جوه التلاجة، عشان انتوا عارفين بقى طبعا احنا حاطين فيها حليب وحاطين فيها حاجات كتيرة قوي، فالقيمة الغذائية بتاعتها بتبقى عالية وما فيهاش مواد حافظة. فتقدري تحتفظي بيها في الفريزر وتطلعي منها عند الاستعمال على طول. يعني انا العلب ديت بحتفظ بيها في الفريزر. بطلعها مثلا ايه، العلبة بتقعد مثلا معايا 3 4 ايام جوه التلاجة، بتبقى حلوة قوي. لو انت عايزة طريقة النوتيلا قوليلي في الكومنتات هنزلها لك. احنا عملناها مع بعض والناس كتير جربتها وبصراحة تحفة. هنا بقى هفرد العجينة بتاعتي بالشكل دوت كده، واحط فيها معلقة محترمة من النوتيلا، واقفلها زي رغيف الفينو. بس اتأكد تماما ان انا قفلتها كويس جدا. وهعملها بالشكل دوت واحطها في صينية مدهونة دهنة بسيطة من الزيت. وهسيبها بقى اما اخلص الكمية كلها هسيبها 10 دقايق تخمر. وبعد كده هكون محضرة معايا معلقة كبيرة من الحليب البودر، عليها معلقتين لبن او حليب سايل. دوبتهم مع بعض كويس جدا وهدهن الوش بيهم. طبعا تقدري تدهني الوش باي حاجة متوفرة عندك، يعني ممكن تحطي شوية مية عليهم شوية سكر، ممكن بضاية زي ما انت عايزة. هنا بقى جبت شوية مكسرات اللي انا كنت بدقهم في الاول خالص، وديت اختياري بس انا حبيت اللي هي تبقى غنية اكتر، فيها شوكولاتة وفيها زبادي وفيها مثلا حليب. وقلت اطعمها شويه بشويه المكسرات اللي انا هحطهم فوق الوش. ممكن تحطيها ساده وممكن تحطي سمسم، براحتك خالص. هدخلها بقى الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 200، والفرن هيكون شغال من قبليها ب5 دقايق من غير ما اشغل الشوايه. هتلاقيها احمرت معاكي، طعمها حلو جدا. يلا جربيها، تنسيش بقى تشيري الوصفه.